مرحبا حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ عساكم كلكم بخير. قبل ما نبدأ بالفيديو لا تنسوا عمل لايك واشتراك بالقناة. هنا طبعا حبيت اراويكم هاي الزرعات الحلوة مالتنا. طبعا هاي كانت خطية جت فترة ظلت بالشمس واحترقت. احنا عبالنا شمسية يعني تحب الشمس، بعدين ابونا دخلها جوا شوي، خلاها تحت مسقفة وتحت مثل ظل، والحمد لله عاشت. هاي زرعاتي حتى اراويكم اياها بالبداية. خلوني اراويكم هذا المنظر. شوفوا شوفوا شلون الطيور، ما شاء الله ما شاء الله. هاي اخلي لهم اكل الصبح، بس قلت خل اصور لكم هذا المنظر. شوفوا شوفوا هنا طبعا اقعد الصبح اول ما ابدي يومي زين، اجي على الحديقة اخلي لهم اكل خطية باردة ومطر، فاخليهم اكل صدقة جارية، وحتى لو مو صدقة كافي يندعونا خطية بهالبرد او الحار. فهنا حبيت اراويكم اياه بالشكل، يعني شلون ينزلون وشلون يطيرون، وشوفوا المنظر شلون راح يطيرون. هسه راح اوصل لهم. طبعا صورت لكم اياه مرتين بلقطتين حتى تشوفون الطيور شلون تشرد يعني. شوفوا هسه بديت اجيلهم راح يطيرون. طاروا. حتى السنجاب خطي يجي، الارنب يجي. شوف شنو اكو حيوانات عندنا كلهم يجون على الاكل. هذا القفص الصغير اخلي لهم اكل الصبح، ياكلون خطيه للظهر. يوميا اخلي لهم الصبح اترسه. بس شوفوا ما شاء الله شلون خلصوا، ما شاء الله خطيه، ما شاء الله بالعافيه عليهم. وهنا شوف الارض شلون متروسه كلها وسخ، على مود هم يجون ياكلون وانا ارنب. وهنا سويت حلاوة الحليب بصورة جدا مبسطة. ثواب للوالد، أخذت كوبين من الحليب الباودر، أي حليب عندكم، وست ملاعق أكل نشا، وملعقتين أكل طحين. طبعا حمستهم إلى أن أصبح لهم بهذا الشكل. شوفوا حبايبي لون الشكليتي. طبعا أخذت هنا الشيرة على صفحة واحدة راح أخليها. أخذت كوبين شكر وكوب ونص ماي وهيل وقطعتين من الزبد، بعدني ما خلتها تفور. هنا حضرت الصحون والجوز للتقديم. هسه انتظروا شنو الخطوة اللي راح تكون وراها حبايب قلبي. وهنا أنا خليت الشيرة على النار، خليت هيل، هاي طبعا صحاح خليته، وزبد وياها. راح اخليها الى ان تغلي غليتين مو اكثر، يعني تفور مرتين وخلاص. هنا سويت مقلوبة للوالد هم ثواب. وهاي هنا أنا هسه راح انتظرها الى ان تفور واطفي النار عليها، حتى بعدين اراويكم الخطوة اللي وراها. حبايب قلبي اليوم الفيديو مالتي ما اعرف ايش بيه، قاعدة اراويكم المقلوبة بس ما اعرف شنو صار. وهنا أنا بعد ما فارت الشيرة خليتها بالتدريج على الطحين اللي حمسته والنشا والحليب، وراح اقلبها يعني شوي شوية الى ان تتماسك اكثر بدون النار، ما خليتها على النار. هسه هنا بعد ما خلصت الشيرة كملتها عليها، ضفتها رجعتها على النار مدة 3 دقائق مو اكثر. هاي بقى شوفوا شلون صار القوام مالتها ما شاء الله. طبعا ضفت لها النشا 6 ملاعق حتى تعطيها طراوة اكثر، وتخليها تصير عالوشية اكثر عالوشية. فقللوا الطحين وكثروا النشا وياها تصير كلش طيبة. هنا زينتها بالجوز. هاي ثواب كلش حلو راح يصير ويا المقلوبة. والف عافية عليكم وعلينا، ويا رب ثواب الواصل. حبايب قلبي جربوها وانطوني رأيكم بيها. وهنا عندي مفاجأة لكم، قناة من أجمل القنوات تقدم عناية للبشرة وكل ما يخص المطبخ، تجميل، فلوقات. هسه راح اخلي لكم الرابط مالتها. هي تكون طبعا هاي القناة هي زوجة اخويا، قبل فترة سافرنا لها ونزلت لكم فيديو عن اريزونا. طبعا قناتها كلش حلوة وتحكي عن التجميل، تقدم لكم نصائح كلش حلوة عن البشرة. فهنا أنا كنت أنا قاعدة يمها قلت لها سوي لي سان سكرين قبل لا نطلع، اللي هو واقي الشمس. تعرفون وقت حار وما حار، فقالت لي تعالي خل اراويك الخطوات. انا عبالي بس اخلي سان سكرين. شوفوا هاي 4 تستخدمهم باعوا، يلا تستخدم بالاخير واقي الشمس. هاي المنتجات كلها خليت لكم اياها الصورة. منتجاتها كلش حلوة، راح اخليكم الرابط مالتها وزوروا قناتها.